السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم وصفة المتوم على طريقة الغرب الجزائري. شوفوا مع بعض المقادير. هنايا بسم الله عندي حبة بصل، حجم تاعها يكون شوية كبير، قطعتها بتيدي، درت على نار متوسطة، درت شوية زيت، قليت البصل تاعي هذاك، خليته يتقلى غاية. ابخي درت اون اسيات تاع الحمص كان عندي هنايا كونجلي، قليته مع البصل غايه. دونك اذا تبغوا نتوما الحمص يعني كميه كبيره ديروا يعني كما نقولوا طبسي ونص فوالا. الوغ درت البصل تاعي مع الحمص يتقلوا لي غايه حتى هذاك البصل يذوب. درت هنايا الحرور، درت نصف ملعقه كبيره تاع الملح، وهنايا مرقته بالماء يكون ديجا حامي. الوغ وهنايا درت شويه زعفران. اللي تبغي المرقه تاع المتوم تاعها تكون بيضاء ما ديرش زعفران، انا نبغي ندير زعفران. خليتهم يطيبوا على جهه. هنايا درت الكفته، درت فيها الثوم، درت فيها معدنوس، درت فيها الكمون، الحرور وفلفله حمراء والملح تاني ما ننسوش. الوغ درت هذه بولات خليتها على جهه. درت هنايا 15 حبه تاع الكفته. الوغ كي درت نهضر لكم على يعني كي درت المرقه تاع المتوم، كنت ديجا زيدت لها للنار باش شويه يعني هذيك الماء ينشف. ابخي كي بدات الصفاره تصفر لي نقصت لها الغاز باش هذاك الحمص يطيب. فوالا. الوغ هنايا رميت الكفته تاعي، شفت الحمص يعني بلي راه طايب نص طيب، رميت الكفته باش يطيب معاها، يكونوا سوا سوا في الطياب. دونك هنايا درت الدرسه تاعي، درت فيها سنينه الثوم، درت فيها الفلفله حمراء، ودرت فيها الحرور. دونك دقيت هذيك الدرسه تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا. قلحت يعني طفيت الغاز وشفت يعني المرقه تاعي كيما راكم تشوفوا. لقيت بلي الكفته راهي طايبه والحمص راهم طايبين. الوغ رميت عليهم هذيك الدرسه ودرت لهم هكا معدنوس شويه وخليته يتجمر لي غايه حتى يعني هذاك البويون ينشف لي ويطلق لي واحد لاكوش تاع ليدان. يعني تشوفوا المرقه تاعكم راهي طايبه، كلشي راه سوا سوا. هذه هي. دونك ودرت معاه لي فريت، قريت معاه شويه لي فريت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ومع السلامه.